السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده بقى رحت للجزار، قلت له عايزه 3 كيلو لحمه. احلى لحمه تاكليها اسمها السن، لحمه تبقى طريه كده وطعمها ما شاء الله بتبقى جميله. فقلت له اعمل لي 2 كيلو خضار وكيلو مفروم. كيلو المفروم ده عباره عن دهنه، هي مش باينه قدامكم في الكاميرا. المشكله ان انا كنت تعبانه ودايخه، انا بقالي فتره تعبانه بتجيلي دوخه وكده، بعدين اقول لكم على تعبي. فاليوم ده مرضتش ابعت بنتي تجيب منه عشان ايه ما يداش حاجه مش كويسه. فقلت لها انزلي بس معايا عشان ما امشيش في الشارع وانا دايخه. المهم رحت شايفاه وهو بيحط عباره عن اللحمه الكيلو دي، والله عباره عن دهنه. انا واقفه بصاله ومش بتكلم. مش حته ان انا بتكسف وكده، لا ده حقي انا مش هتكسف. انا واقفه تعبانه مش مركزه وشايفاها كلها دهنه وساكته. حاسبته. والله العظيم اخد 1440. هو بيبيع الكيلو ب480. اغلى من بره كمان، يعني في ناس كتير بتبيعها ب430 ب450. هو بيبيعها ب480. فاخد في ال3 كيلو لحمه 1440. المهم حسبته وانا شايفه اللحمه كلها دهنه وساكته، مش مستوعبه خالص. رحت البيت برضو شايفاها، المفروض ارجعها له او اشيلها له مثلا تاني يوم بنتي توديها له او انا اوديها له. مش هيقول لي حاجه، هو اصلا معرفه واحنا عارفينه وكده. برضو ساكته. فعملت ايه بقى؟ خدت كيلو من بتاع الخضار، هما 2 كيلو. طلعت كيلو منهم، قطعت منه الحتت الحمراء زي ما شفتوا. فرمتها في الكبه عشان ايه؟ اظبط الكيلو اللي هو عباره عن هو دهنه، يعني اظبطه. فهشيل كده جزء منه والجزء التاني هعمله كفته معاكم. فانا مش عارفه الناس اللي يعني ما بتخافش ربنا مع ان هو عارفنا وعشرة سنين وكده، وانا شايفه هو والله هي كلها دهنه، هي مش باينه قدامكم. وانا شايفه بس مش مستوعبه، انا بيجيلي كده تعب. مبقاش مستوعبه، مبقاش مركزه. فمش عارفه والله اعمل ايه. انا لو رجعتها له كان هياخدها. بس انا ساعات ببقى مش مستوعبه في اي حاجه، في اي حاجه كده. فقلت الحل بتاعها بقى ان انا اخد من اللحمه التانية حتت حمراء وافرمها عشان ما تبقاش كلها سمينه يعني. مع اني انا في كذا فيديو من زمان بنصحكم وانا عارفه. اقول لكم لما تروحوا للجزار عايزين اللحمه بتاعه الكفته سمينه، اقفي على ايده وقولي له حطي لي مثلا كيلو لحمه حمراء، حطي لي قطعه بس سمينه. بقول لكم الحاجه اللي انا بعملها، يعني انا ببقى واعيه وبجيب الحاجه كويسه، بس اليوم ده كنت تعبانه مش مركزه. فدلوقتي يعني الكيلو المفروم خلاني خدت من الكيلو بتاع الخضار يعتبر، خدت منه الاحمر كله. فحرام. فبقول لهم يعني اتقوا ربنا بقى والله مش عارفه اقول للناس دي ايه. وجزار تاني برضو والله العظيم رحت جبته منه مرتين. اللحمه بتاعته كانت جميله وبيقطع لي برضو حته من السن كده طازه وحلوه. في يوم بقى رحت له لقيته بيحط لي لحمه مسوده وحتت من هنا وحتت من هنا. انا برضو مش مستوعبه اللي اقول له. قلت له لا انا عايزه حته على بعضها. قال لي دي حلوه، سكت. برضو انا بيجيلي توهان كده، مش حته اللي انا هتكسف اتكلم وكده، لا. انا بيجيلي تعبي اللي انا ببقى فيه، ببقى مش مركزه وببقى زي التايهه كده. والله العظيم عملتها، والله العظيم عملتها وعملت بسله ورز بالشعريه. بقينا ناكل في نتانه، والله العظيم ما كناها. وما قلتش للبيت حاجه، يعني للبنات وفي البيت ما قلتش حاجه لحد. اول ما شموا الريحه قالوا دي ريحه نتانه وحشه، والله العظيم ما كناها. اخدت الرز على البسله على اللحمه، قسما بالله رحت اكلتها للكلاب. اتصلت بيه قلت له، يقول لي ازاي يعني هديكي اول مره حد يشتكي؟ محدش اشتكى قبل كده. قلت له كان ده بقى بيديهالي ب430. قلت له انا اخد منك كيلو لحمه ب430 واعمله بخضار وبسله والرز بالشعريه وتترمى؟ ده حرام ولا حلال؟ قال لي انا اول مره حد يشتكي وان شاء الله هعوضهولك. وبرضو خسرت كيلو اللحمه وغير تعبي والرز والبسله. والله لازم رحت رميتها للكلاب. فبقول لهم يعني خافوا ربنا شويه، القرش مش بيجي بالساهل. فمش عارفه والله اقول لهم ايه يعني. هنا بقى الكفته زي ما شفتوها عملتها معاكم. فرمت البصل في الكبه، اخدت صفيته من الميه، سبت الميه على جنب وحط البصلايه على الكفته. ضفت لها بقى البهارات عباره عن سكر وملح وكزبره وفلفل اسمر وشطه وبابريكا. وعملتها بقى كده الكفته. وقبل ما هسويها ضفت لها فلفل حامي وفلفل الوان وبصلايه وطماطم. اتشوت كده مع الكفته، ما شاء الله كان الخضار ده طعمه حلو قوي. هضربه بقى في الكبه كده مع شويه بقدونس، ما شاء الله كان طعمه حلو قوي، حاولوا تجربوه. ويا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم يا رب. وكل عام وانتم بخير وبسعاده يا رب. بمناسبه النهارده الوقفه، الدعوه فيها مستجابه، وقفه عرفات. تدعوا نفسكم كتير بالخير
وبالله عليكم ادعوا لي دعوه حلوه ربنا يشفيني يا رب، عشان انا التعب اللي انا فيه ده بيألمني قوي يعني وكده. بعدين بقول لكم عليه. ادعوا لي دعوه حلوه ربنا يشفيني، والسلام عليكم ورحمه الله.